السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات كورس الألماني. طبعا مع فاطمة حسن دلونا يعني. طبعا دي كده تدي ايه ثقة في النفس ان احنا الحمد لله مشينا شوية في الكورس. آه لو انت متابع اينس احنا مسجلين تقريبا 29 حلقة كده حلوين. ده طبعا كورس التأسيس، والنهاردة دي الحلقة الثالثة في جزء الجراماتيك. طبعا أنا ماشية أجزاء منفصلة بحيث إن برضو المستويات اللي أعلى ما تتأثرش إن أنا لسه بسجل اينس. طيب، احنا ماشيين في تسجيلنا عادي، والنهارده هنتكلم على حاجه اسمها فاكسل بغابوزيتسيونن. المره اللي فاتت شرحنا بغابوزيتسيونن دي اما مت اكوزاتيف كومن، يعني حروف الجر اللي بتيجي على طول مع الاكوزاتيف، او حروف الجر اللي اول ما تشوف واحد منهم بتطبق كازوس او قاعده الاكوزاتيف على الاسم اللي بعد حرف الجر على طول. شرحنا كمان الداتيف بنفس الكيفيه، لو انت ما شفتهمش هترجع فيديوهين لورا. تمام. الفيديوهات دي طبعا بالترتيب على اليوتيوب. طيب، يعني ايه فاكسل؟ فاكسل يعني متغير، يبقى فاكسل بغيبوزيتسيونن يبقى حروف جر متغيرة. ليه قلنا ان هي متغيرة؟ متغيرة يعني مرة هتجيلك حاجة من الاتنين، مرة اكوزاتيف ومرة هتكون داتيف. يعني هنطبق القاعدة اللي بعد حرف الجر، مرة اكوزاتيف ومرة داتيف. طيب، ده بيكون اعتمادا على ايه؟ ده بيكون اعتمادا على حالة الفعل. انا كاتبالك الايه، لو انت صحصحت معايا كده وركزت معايا هنا، كاتبالك كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي كمان، يعني ان انت تشوفها. يبقى معلومات عن حروف الجر اهي. تمام. اول حاجة هما 9. الفيديوهين اللي فاتوا خدنا 7، دول كده على طول اكوزاتيف. بعد كده اخدنا 10 على طول داتيف. ما بين 7 وما بين 10 هيجيلك التسعة. هنخش شوية بقى في في الرياضة او الماس او شوف انت بتقولها ازاي. التسعة في النص ما بين 7 وما بين 10. طيب خلاص، ال7 دول اكوزاتيف على طول، ال10 دول داتيف على طول، دول اللي في النص ما بين البني. تمام. حاول ان انت تثبتها بالطريقه دي او بالمعلومات دي. طيب، كمان خدنا او لسه قايله لك انه تطبيق القاعده بتعتمد على حاله الفعل. ده هيتشرح دلوقتي. تطبيق القاعده بيعتمد على حاله الفعل. الفعل لو فيه حركه هتطبق قاعده الاكوزاتيف. يعني ايه فعل فيه حركه؟ يعني بتمشي من مكان لمكان، يعني بتسافر من مكان لمكان، يعني مثلا بتجي من مكان تاني او تذهب لمكان تاني، يعني في حركه، في انتقال من مكان لمكان. تمام. يبقى الفعل فيه حركة هطبق كازوز اكوزاتيف. حتى انا كاتبها لك كاف كاف. يعني ايه كاف كاف؟ يعني حركة، كلمة حركة فيها كاف، كمان اكوزاتيف فيها كاف. اهو اكوزاتيف هتلاقي مكتوب عليها كلمة كلمة كاف. طيب، لو ثبوت، ليه قلت ثبوت مش سكون؟ عشان كلمة سكون فيها كاف اصلا فهنتوه من بعض. فمشيها مشيها الناس لبعضيها. هتمشيها دلوقتي ثبوت. ثبوت يعني سكون. مش عايزه اقول سكون عشان الكاف، بس انت يعني ثبتها عندك كده او ظبطها كده، ان الحركه اكوزاتيف، الثبوت اللي هي عدم الحركه، اعكس بقى حاله الحركه هتكون داتيف. الداتيف بارد شويه، جبله شويه، يعني احنا بنقولها كده بالمصري ان هو تنح او بارد شويه. تقيل شويه يا سيدي، بلاش تنح وبارد وكده عشان لو في اطفال بتتابع الكورس فبرضه تقيل سيكه، تقيل شويه. تمام. طيب، ادي طبعا الملاحظات التانية، انه انت عندك 7 ثابت اكوزاتيف، عندك 10 داتيف. المتغير التسعة اهي اللي هي ما بين ال7 وال10. طيب، اللي بعد كده ايه هي حروف الجر دي؟ جايبه لك شكل حلو قوي، ده سارقينه من على جوجل، بس شكل لطيف يعني، بحيث ان هو يظبط شوية الفكرة. طيب، احنا هنستعين بالناس اللي بتشرب سجاير، للأسف مضطرين. لو انت مش واخد من الشكل ده، هنستعين بالناس اللي بتشرب السجاير. هتجيب علبتين سجاير وهتجيب ولاعة. تمام. طيب، لو الولاعة، هناخد علبة من العلبتين ونحط العلبة كده، وتحط الولاعة فوق علبة السجاير، يبقى اسمها اوف. يبقى اوف يعني فوق السطح، زي ما العصفورة دي كده فوق اهي. طيب، لو انت مسكت الولاعة وشعلقتها كده فوق علبة السجاير، انا مشكلتي دلوقتي مع الناس اخواتنا العرب ان انا مش عارفه انتوا فاهمين انا بقول ايه ولا لا. بس تخيل الموقف، يعني انا جايبه لك الصوره عشان تتخيل الموقف معايا. جبت الولاعه وعلقتها فوق علبه السجاير فوقها، بس ما خليتهاش ان هي ملامسه للسطح، بدون تلامس للسطح. يعني ادي القلم وادي سطح المكتب، ما حطيتش القلم على سطح المكتب، لا حطيت القلم كده
معلقه فوق، عامل زي احنا بنقول بالمصري البندول. البندول طلبة العلوم او طلبة الفيزياء او طلبة الكيمياء، شوفوا بقى براحتكم. عارفين حاجة اسمها بندول؟ البندول هنروح بعيد ليه؟ بلا بندول بلا مش بندول. المروحة، مروحة السقف. مروحة السقف لازقة فوقك، هي مش فوق دماغك، لو وقعت فوق دماغك يبقى الله يرحمك. لا، هي مروحة السقف فوق وانت على السرير. لو انت بتتفرج الفيديو ده في الصيف هتفهمني وهتفتكر المعلومة. فانت تحت ايه؟ على السرير، فهي فوقك بس بدون تلامس. طب لو انا نزلت مروحة على دماغك، جبت دماغك، خلاص كده الله يرحمك، يبقى كده بقت ايه؟ اوف. يبقى الفرق ما بين اوف والفرق ما بين اوبا انه اوف فوق السطح، ولكن اوبا فوق السطح بس بدون تلامس. حتى العصفورة شوف طايرة ازاي، مفيش تلامس للسطح، لكن دي واقفة فوقها. تمام. بعد كده حاجة اسمها أنتا. أنتا يعني تحت. تحت. وبالمرة أنتا هنتا، نفس القافية والوزن. أنتا هنتا، هنتا يعني بالخلف، يعني ورا، بالخلف بالوراء. شوف ترجم اللغة اللي انت نفسك فيها. طيب فوق يعني امام، قدام. قدام الايه؟ الحاجه. طب انت اتكلمتي في سجاير، يا عم هات علبه الولاعه، ولا هات الولاعه وهات علبه السجاير، وامسك الولاعه. حطيت الولاعه فوق العلبه، حطيتها خلاص على راسها، يبقى اه. حطيتها فوق وانت ماسك لسه الولاعه ما سبتهاش، يبقى اسمها اوبا، فوق بدون تلامس. طيب رفعت علبه السجاير وحطيت الولاعه تحت الايه؟ العلبه، ورحت حاطط العلبه فوق الولاعه، يبقى خلاص انت. طيب انت حاطط العلبة قدامك اهو، ورحت جاي حاطط الولاعة وراها، يبقى هنت بالخلف. طيب انا مثبت العلبة. طبعا احنا جايبين علبتين، خلي بالك، جبنا علبتين اهو، ورحت انا جاي حاطط العلبتين جنب بعض. جنب بعض يبقى نيبن. نيبن، هسيب الولاعة بقى واحط العلبتين جنب بعض. ماشي، صافين مكلفين جايبين سجاير والدنيا ايه، مهببة على الاخر. يبقى نيبن يعني next to بالظبط. تمام. طيب القلم راح، ماشي ثانية نجيب القلم. مهم. زي الفل. يبقى نيبن يعني next to او بجانب او حاجة جنب حاجة، next to بالظبط. طيب يعني ايه on؟ لو انت شايف العصفورة جبنا جنبها عصفورة تانية. لو انت شايفة كده العصفورتين دول الاخوات الحبايب، عملنا جنبها، بس هي مش بالطريقة دي، هي بطريقة ايه؟ عارف الحيط؟ احنا جايبين حيط، حائط. تمام. بتجيب مثلا صورة وعلقتها على الحائط. ماشي، يبقى هي على السطح اللي هي بنقول عليها بالجنب. او احنا المصريين مثلا بنجيب دبوس مكتب. عارفين يعني ايه دبوس مكتب؟ مش عارفه اوريك شكله. دبوس المكتب بتلزقه في كرتونه او بتلزقه في حاجه او تلزقه على الحيط. ما نروحش بعيد، صوره الوالد، كلنا عندنا صوره اهالينا، بتجيب الصوره وبتعلقها على الحيط. كده بقت هي ايه؟ على السطح نفسه، مش من فوق. لو كانت على راس الحيط يعني على سقف الحيط كنا قلنا اوف. لو كانت فوق يعني فوق دماغك كده بس غير ملامس، قلنا يعني قلنا يبا. طب على السطح يعني ايه على السطح؟ يعني على جنب من الجوانب. يعني انت جبت علبة السجاير ورحت جايب، البنات اللي بتلبس طرح، انا بلبس طرحة، نجيب دبوس ولزقه على جنب من جوانب العلبة، بس ما يكونش فوق من الراس. ماشي. علبة الكبريت، هقول علبة الكبريت، احنا بنحك علبة الكبريت. آه اللي هو العود الكبريت، لما بتيجي تمسك العلبة بتعمل كده ايه؟ شرار. ماشي. فالشرار اللي من الجنب ده هو ده القن. يبقى القن بجنب من الجوانب. ادي الرسمة، نروح بعيد ليه؟ لو انا من فوق كده، ده كده اسمه اوف. تمام. طيب ادي الرسمة بتاعتي، وادي خليت حالي فوقها بس بدون تلامس، تبقى اوبا. اوبا فوق من غير تلامس، يعني هي فوق اهي، بس هنا كده من غير تلامس. يعني من غير تلامس يعني مش على الخط الازرق اللي كان هنا ده. طيب الجنب ده او الجنب ده علقت عليه حاجة او لزقت حاجة، فاسمها على الجنب، ملزوقة على الجنب. مش واصلة الفكرة؟ افتكر الحيط وانت لازق صورة على الحيط او لوحة على الحيط. ماشي. هي دي اللي بتكون طيب بعد كده لو انت جبت علبتين السجاير او اي علبتين كبريت اي حاجة، ورحت حاطط حاجة في النص ما بينهم، بيبقى تسفاشن. تسفاشن يعني بتوين. بت وين، في الوسط او بين، يعني بين الايه؟ شيئين. اخر حاجه لو انت دخلت علبه السجاير طلعت السيجاره من جوه، فانت كده بتحط حاجه جواها. يبقى كلمه ان يعني في داخل، في قلب الايه؟ العلبه. فطلعت علبه السجاير من جواها. افتكرها كده، يعني انا بحاول افكركم بحاجه. ادي الايه؟ دي مثلا ممكن تبقى موضحه اكتر شويه. اهو هي تسفاشن يعني في الوسط، او في يعني فوق الراس اهي.
نيبن يعني بجانب، بعد كده فوق يعني امام، über يعني فوق بس بدون تلامس اهي، شوف مش ملامسة للسطح خالص. طيب unter يعني تحت، hinter يعني بالخلف، هي المفروض كانت تيجي ورا بس هو جايبها لك كده عشان تشوف شكل الكورة. in يعني بداخل الصندوق، in يعني بالداخل من جوه، وان على الجانب ده، مش على السطح من فوق، لا الجانب اللي هو ده كده لو انا لزقت عليه حاجة، او الناحية التانية لو انا لزقت عليه ايه حاجة، فدي اسمها ان. تمام. وادي المعاني باللغة العربية، ادي اوف ملامس للسطح، ان معلق على جنب من الجوانب او على الحيط، über فوق بس غير ملامس للسطح، unter يعني تحت، hinter يعني بالخلف، vor يعني بالامام، و zwischen يعني ما بين اللي هي كلمة between، neben يعني next to او بجانب، و in يعني في قلب او في داخل، عشان الناس اللي مش فاهمة يعني ايه في قلب، يعني بداخل. تمام. طيب كده عرفنا معاني ايه البريبوزيشنال، ودول 9 يعني انت عد دول هتلاقيهم ان هما ايه 9. عد تاني اهو، ادي دول كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لو انت مش عارف النومة اصلا او الزahlen او الاعداد او الارقام شوف هتقولها ازاي، ارجع فيديوهين 3 4 لورا هتلاقي في الA 1 شارحين الارقام. طيب انتي شرحتي لي معاني حروف الجر ومشكورة، وانا مش عارف برضو استعملها ازاي او افرق بينهم ازاي. احنا اتفقنا انه افعال تدل على الحركة فبتكون اكوزاتيف، والافعال الدالة على الثبوت عدم الحركة الانتخة من الاخر بالمصري فدي تدل على الداتيف او بنستعمل معاها حالة الداتيف. طيب عندي 4 افعال بيحصل فيهم تخبيص او بيحصل فيهم لخبطة او خربطة، شوف اللغة اللي انت نفسك فيها. اول حاجة افعال بيجي بعدها اكوزاتيف، شتلن يضع، ليجن يعني يضع برضو ان انت بتحط حاجة، هنجن بتعلق، وبعد كده حاجة اسمها رفلكسيف فيرب sich setzen يجلس حاله بيقعد، يعني انا كنت واقفة جاية من بره وراح اقعد على الكرسي يبقى انا راح ايه اجلس حالي بقعد يعني. طيب دول المعاني تعرفهم. بعد كده عندك شبههم بقى، يعني فوق هنا كان شتلن، هنا شتين، تحس انه في خربطة في شبه بعض شوية. دي كانت ليجن اهو ليجن، لكن لو نزلت تحت سنة هتلاقيها ليجن، ليجن في اي كده، قلنا الضطيف تقيل، تقيل شوية بلط كده انتخى، ليجن ليجن. على فكرة في زي ليبن ولبن، ليجن وليجن بتمشي الاتنين مفيش مشكلة، وفي بعض الفيديوز سمعنا الأمام بيتكلموا فيها كده وده عادي. تمام. بس أنا ماشية على قاعدة ليجن يبقى فيه ايه مد اهو، ارجع لقواعد النطق. طيب ليجن كده مفيش ايه مد، فدي صح ودي صح. وبعد كده هنجن دي هتيجي بمعنى تاني، يعني نفس شكل الفعل ولكن المعنى هيختلف، وأوري لك الباشبيل هتبدأ ايه توضح لك اكتر. طيب اخر فعل هنا زيتسن، خلي بالك هنا بحرف الاي، شوف هنا كده ده حرف الايه الاي، طب اطلع فوق حرف الايه. تقولي طب انا هتلخبط، اقول لك هي زيش، انت حافظ انه زيش فيها حرف الاي اصلا، زيش فيها حرف الاي، فالتاني اللي بيجي معاه يبقى حرف الاي، يبقى معاكس ليه، ما يبقوش الاتنين نفس الحروف، يعني ما يبقاش ده زيش وتلاقي تكتب لي زيتسن كده، زيتسن مثلا تكتبها لي كده، لا كده غلط. زيتسن دي يعني جالس بالفعل، جالس يعني انا قاعده دلوقتي بشرح لك الكورس وانا قاعده اكيد مش واقفه. طيب انا كنت واقفه بشرح في الاوفلاين مثلا، فبشرح واقفه اهو ورايحه اقعد اريح شويه، فانا كده بعمل حاجه اسمها زيش زيتسن، مش زيتسن قاعد. خلي بالك كمان الاوسبراخه بتاعت الفعلين قريبه من بعض شويه. تمام. تمامان كده خدنا الايه الافعال. طيب انت ليه كاتبه الاربع افعال دول ومش كاتبه افعال تانية؟ الاربع افعال دول شبه بعض، دول اللي بيحصل فيهم اللخبطه زي ما قلنا قبل كده، وهنفرق لكم بالبايشبيل وبالامثله دلوقتي. طيب في افعال تانية، طبعا في افعال تانية كتيره جدا 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 جدا، وعلى حسب ما انا قلت لك، لو الفعل يدل على ثبوت في مكانك يعني مفيش حركه، زي افعال هوريها لك تحت زي بلايبن زي زاين ايا كان، ده خلاص ده طيف بعده. طيب لو أفعال تدل على الحركة يعني فاغن غايزن فليجن أيا كان الفعل، يبقى خلاص هطبق أكوزاتيف. طب انت بتقولي لي حركة وأكوزاتيف وبتاع، أطبق فين؟ أقولك تعالى يا باشا، هنا بقولك ich lege das Buch. خلي بالك من حاجة مهمة جدا وإن شاء الله هتلاقيها في كل الإيه البايشبيل وبرضه هتركز عليها، هي عبارة عن إيه؟ هنا ده نوميناتيف ده الفاعل، وآدي الفعل ده الحدث بتاعي،
وبعد كده في اوبجكت اسمه داس بوخ، الكتاب ده اصلا اكوزاتيف، صح؟ كل الافعال اللي احنا اتكلمنا فيها في الاكوزاتيف هيجي معاها اتنين اكوزاتيف، واحد من تأثير الفعل والتاني من تأثير حرف الجر بسبب وجود الفعل. ايه الكلام ده؟ انت بتقولي حاجات غريبة، اقول لك بالراحة. ich lege das Buch، انا بحط الكتاب، تمام؟ هي في الانجليش I put the book، لو انا فاكرة الجملة كويس. put يعني يضع، يبقى ich lege بحط، تمام؟ اضع. das Buch كلمة بوك، كلمة الكتاب. auf على، هحطه على ايه؟ هحطه على سطح الايه؟ الطاولة، صح؟ صحيح. يبقى هنا الاكوزاتيف ده هو ده اللي انت بتتكلمي فيه، اقول لك لا، ده من تأثير الفعل. الاكوزاتيف الاول اللي هو das Buch موجود بسبب تأثير الفعل، لسه ما عملناش الاكوزاتيف بتاع حرف الجر. يعني انت عايزة توصلي لايه؟ يعني الجملة اللي هيكون فيها اكوزاتيف بسبب تأثير الفعل، وهو الفعل يدل على الحركة، ما هو انا رايحة احط الكتاب، يعني الكتاب كان بإيدي وأنا واخده وطالع على الترابيزة على الطاولة وبحطه، ده التأثير اسمه تأثير الحركة، يعني أنا حركت الكتاب من جسمي اللي أنا كنت حاطه في إيدي وخدته من إيدي حطيته على الطاولة على الترابيزة، هي دي الفكرة. ففي مفعولين، واحد من الفعل والتاني بسبب وجود حرف الجر اللي اتأثر بالفعل، يعني الفعل أثر مرتين، مرة على اوبجكت بصورة ديريكت مباشرة دايركت يعني، ومرة تانية من خلال بغابوزيسيون أو من خلال حرف الجر. يعني ich lege das Buch auf، هنا هنكتب den Tisch، أنا أضع الكتاب على الطاولة، الكتاب مش موضوع بالفعل على الطاولة، أنا أخدته من إيدي أهو ورايح أحطه على الطاولة، ففي اتنين مفعول، أو في قصدي اتنين أكوزاتيف. الأول من مفعول مباشر اللي هو بسبب تأثير الفعل أنا أضع ich lege أو ich stelle، الاتنين صح، تمام؟ والتاني بسبب حرف الجر اللي هو أوف، خلي بالك لازم حرف الجر يكون من 9، مش أي حرف جر، ما احنا واخدين 7 أكوزاتيف واخدين 10 داتيف على طول، ده من ال9، ماشي؟ دول من الحبة اللي احنا لسه واخدينهم النهارده. طيب خدت واحد من دول وانا خلاص رايح احط الكتاب اهو، خلاص يبقى هنا اكوزاتيف. الجملة اللي فيها حرف جر وهيكون تأثيره هنا اكوزاتيف لازم هتلاقي معاه اكوزاتيف، يعني 2 اكوزاتيف في جملة واحدة، ماشي؟ صح في الحاجة اللي انا بقولها لك دي وهتوضح اكتر. طيب انا هنا لو قلت لك das Buch الكتاب ليك، تخلي بالك هنا الفعل مد، ليك ما قلتش ليكت، هنا محطوط بالفعل موضوع auf، هنا تبقى ديم، هنا ديم، هنا ضعطيف، الكتاب بالفعل على الطاولة أنا ما شلتوش، هو اتشال واتحط، بس أنا لما خدت الجملة اللي فوق وحطيته بقى حاليا في حالة الإيه؟ السكون، الحالة التانية اللي هي حالة السكون. فوأنا رايحة أحط الكتاب على الطاولة دي حالة الحركة بتاعتي اللي حصلت، ففيها مفعولين، واحد من تأثير الفعل المباشر على طول ich lege، أي حاجة هتحطها das Buch das Glas دي فلاشة أيا كان الحاجة اللي بتحطها. تاني حاجة في بغابوزيسيون من التسعة، حرف جر من التسعة، الاسم اللي هيكون بعد حرف الجر يطبق برضو عليه اكوزاتيف، كده سهلة اهو. طيب الحالة التانية بتاعت الضطيف بقى das Buch liegt auf، هو نفس، خلي بالك نفس الأو، تأثير بس الفعل هو اللي اتغير اهو، هنا ليج أنا اللي بحط فيه نوميناتيف كمان، لكن هنا das Buch الكتاب هو نفسه النوميناتيف، مفيش حد تاني دخل معايا، فالكتاب موضوع بالطاولة أو على الطاولة يعني على الترابيزة، يبقى هنا ديمتش، يا رب تبقى فاهم. يبقى تاني الجملتين دول ich lege das Buch auf den اللي هي دي اي ان اكوزاتيف، وهنا das Buch liegt auf dem، التانية ديم الأولى دين اهي. طب ليه اخترتيها كده ليه يا فغاو؟ ليه ما اخترتيش العكس؟ اقولك الأولانية اهو، أول حاجة تدل ان انت ماشي صح انه في نوميناتيف وفي اكوزاتيف، الاكوزاتيف من تأثير الفعل ich lege das Buch عمال اعيد فيها، بعد كده هتلاقي حرف جر من التسعة مش أي حرف جر، التطبيق القاعدة اللي بعد كده هيكون أكوزاتيف، 2 أكوزاتيف في نفس الجملة عمرها ما هتتغير إن شاء الله. طيب هنا das Buch الكتاب ليك، تخلي بالك من الفعل شكله اتغير، محطوط موضوع auf على الطاولة، فهنا حالة السكون يبقى ضعطيف، تمام؟ طيب تعال نشوف بقى الذكاء تحت. ich stelle نفس الباشبيل اللي فوق،
انا اضع، ما هيش تلن هي اللي يجي، ما فيش فرق ما بينهم جوهري يعني، هما الاثنين نفسهم حسب الكونتكست بقى يعني، هما الاثنين يعتبروا واحد. ich stelle، خلي بالك بص، den Stuhl، انا اضع الكرسي. طيب هو ليه فوق ما قلتش دين بوخ؟ لا ده شرح الاكوزاتيف نفسه، ده هنبقى ناخده في الفيديوهات اللي بعد كده. انا بشرح اساس انت فاهم يعني ايه اكوزاتيف، يعني ايه داتيف، وبس مشكلتك تعرف حروف الجر التسعة ايه تأثيرهم، او امتى يكون داتيف وامتى يكون اكوزاتيف. لو انت مش فاهم كده كده ان شاء الله بعد الفيديو ده هيكون ايه حوار الاكوزاتيف يعني، الاكوزاتيف والداتيف هنشرحه. فالمهم ich stelle den Stuhl، ادي الاكوزاتيف رقم واحد بسبب تأثير الفعل stellen، انا اضع الكرسي neben، بجانب، خلي بالك neben هنا من الحروف الجر التسعة اللي فوق اللي اخدناها، وهنا في حالة اكوزاتيف، ايه السبب؟ الفعل stellen. لازم تبقى عارف بقى الافعال، ما انا اديتك الافعال شبه بعض، يبقى هنا برضو هتبقى ايه؟ دينتش. طيب لو جيت قلت لك das Buch steht الكتاب موضوع، يا واقف يعني او موضوع، الاتنين تمشي صح مفيش مشكله، المفروض ليك اكتر او مناسبه اكتر، بس انا بحط لك بس عشان الايه تفهم الفرق ما بين شتلن وشتين. يبقى das Buch steht auf، هنا هتبقى dem تش الكتاب، مش ترجمه حرفيا هو واقف، ولكن هي معناها موضوع على الطاوله. تمام، يبقى هنا في اكوزاتيف اهو، ماشي، دين شتول، وبعد كده طبعا هنا بعد حرف الجر هنطبق الاكوزاتيف التاني، ولكن الجملة بتاعت الداتيف بيكون فيها ايه؟ داتيف بس، مفيش فيها اكوزاتيف ومفيش فيها الا الشيء نفسه بيكون نوميناتيف، يعني das Buch هنا هو اللي نوميناتيف، لكن فوق كان den Stuhl اكوزاتيف، لكن انا نفسي اللي بحط الشيء، او انا نفسي اللي بحرك الشيء، انا اللي نوميناتيف، او الشخص او الكائن اللي هيعمل كده. يا رب تبقى فاهم وما تبقاش تهت، لو تهت قوله ونبقى نشرحها في حوار تاني. يبقى تاني ich stelle den Stuhl neben، هتبقى den تش، خلي بالك اسمها دين مش دن، ماشي، دين ليه؟ لانه دن تتكتب كده، وبالفعل بقى هنا تبقى ديم، ماشي، زي ما بتقول ديا، ما بتقولش ديا كده، بتقول ديا فيها مطة شوية، فهي دي الفكرة يعني، دي جاية منها. طيب بعد كده ich setze mich auf Bank، هو انت هتقعد على البنك؟ بنك اللي هو البنك اللي بنسحب منه الفلوس والمصاري؟ اقول لك لا، ده البنك اللي هو الكرسي، زي بنقول عليه كرسي الخشب الموجود بالشوارع، او كرسي بيقولوا عليه كرسي الحافلات، هبقى اوري لك شكله. أه مش هينفع اجيب لك من جوجل دلوقتي، كنت عايزه اوري لك شكله بس مش هينفع عشان هيجيب لك صورة البنك على طول. او ثواني نحاول ان احنا ايه ننجز نفسنا. اهو ده الكرسي اللي انا بقصده، ده اللي بيكون بالايه بالشعر. تمام، لو مشينا ثانية كده اهي الست قاعدة جنب الكرسي، مش عارفة، عايزة اجيب لك صورة واضحة. ده لو انت شايف الشكل، شكل الكرسي ده هو، وده ده في الشارع برضه، ماشي. اهو ده يمكن واضح شوية، ده كده اهو، ده هو ده الكرسي اللي بالايه اللي بالشارع. فتمشي بنك اللي هي البنك اللي بنقبض منه المصاري او الفلوس، ويمشي البنك اللي هو الايه الكرسي اللي بنقعد عليه. تمام، ده بيكون بالشارع. يبقى ich setze mich auf، هنا هتبقى دي بانك، انا بجلس حالي على الكرسي، بقعد على الكرسي بالمصري. يبقى setze mich هنا في حالة انتقال، في تغير من حالة لحالة، ان انا كنت واقف، بنحكيها بالمصري واقف على حاله وقعد، واقف على حاله يعني واقف صلب طوله وراح يقعد، فكان واقف وقعد، فده تغير من حالة لحالة، او ده انتقال من حالة لحالة. او انت لما تلاقي فيه ريفلكسيف برونوم مش ديش اويش مش عارف ايه، خلاص يبقى هو ده كده بجلس حالي، وادي حرف الجر من الحروف التسعه، يبقى هنا اكوزاتيف على طول. تمام. طب تقولي فين الاكوزاتيف التاني اللي انت قلتي لي عليه؟ مش انت قلتي لي انه في اكوزاتيف هيحصل بسبب تاثير الفعل، ده الاكوزاتيف المباشر، غير الاكوزاتيف التاني اللي بيحصل بسبب حرف الجر اللي اتاثر بوجود الفعل؟ اقول لك الريفلكسيف هنا حل محله ich setze mich، ده مش اكوزاتيف مباشر، ده اسمه ريفلكسيف برونوم، ضمير منعكس، انا بناخدها برضو بعدين لو انت مش فاهم، ماشي. فانا كده بجلس حالي على البانك اللي هو الايه الكرسي اللي بالشارع. طب هنا ايش زاتس، خلي بالك من شكل زاتس ان هنا اتغير حرف الاي، ومفيش ريفلكسيف برونوم، مفيش ضمير شخصي، انا مش بجلس حالي او بقعد، لا ده انا قاعد بالفعل. ايش زاتس قاعد اهو، قاعد، بنقول حكايه بالمصري بلط، قاعد. auf
هنا هتبقى der Bank. طب ليه der؟ لأنه في الداتيف الدي بتتقلب لدير. يبقى ich setze auf der Bank، لكن فوق ich setze mich auf die Bank. وضحت الفكرة؟ طيب اللي بعده المفروض خلاص وضحت اهو. ich hänge das Bild an، اهو بعلق الصورة على الحيط. ich hänge das Bild. بيلد هنا الاكوزاتيف المباشر، لما تلاقي فعل عمل لك اكوزاتيف مباشر هنا يبقى حرف الجر هنا هيسبب لك ايه؟ الاكوزاتيف اللي بعده على طول. ماشي، يعني ما تتعبش حالك. يبقى انا بعلق الصورة على يعني ان الحائط، لانه هي مش فوق الحائط على الراس ولكن على الجنب، يعني بنحكيها كده بالمصري. يبقى ان هنا هتبقى دي فانت، دي اهي. تمام. طب das Bild hängt an Wand، ما هي Wand على فكرة دي Wand أصلها، ففي الأكوزاتيف المؤنث ما بيتغيرش، هنا بتصير der Wand، لأنه البيلد الصورة متعلقة على الحيط. الصورة متعلقة بالفعل على الحيط، محدش راح يعلقها، أنا ما رحتش أعلقها، ده هي متعلقة موجودة. ماشي، يعني هنا كده أنا رايحة أعلقها، بعد كده هنا بقى صارت متعلقة خلاص. تمام. طيب ملاحظات على السريع. ich gehe zu Arzt، هتقولي على طول den Arzt، أول حاجة هتخطر على بالك. وتقولي لي صح ولا غلط؟ أقول لك غلط. تقولي ليه حرام عليكي، ما هو الفعل جين يذهب، أنا بذهب إلى الطبيب وفعل يدل على الحركة. أقول لك صح، منيح، أنت صحيح كده والله. بس هو تسو من الحروف التسعة لازم يكون من 9 لفوق، ده أصلا من 10 بتوع الداتيف. وكذلك ich bleibe، أنا عند، أنا بكون عند. باي هتبقى meine ايه وما. ماشي، فهنا انا مش مطبقه حاله اللي فوق بقى، الشرح اللي فوق ده، انا مطبق حاله ايه؟ حرف الجر نفسه بيعمل ايه. يعني ايه؟ ما فهمتش. يعني تسو وباي من 10 حروف جر داتيف. تسو وباي من 10 حروف جر الايه؟ الداتيف. طيب يعني ايه برضو؟ يعني ما تبصش على حالة الفعل سواء بيدل على السكون سواء بيدل على الحركة، انت هتطبق داتيف على طول. امتى تبص على الفعل؟ لو لقيت حرف جر من التسعة اللي احنا اخدناهم، اللي هي auf وان وüber ونيبن وهنتر وunter وفوق الى اخره. تمام. اخر حاجه حكيتها لك وقلت لك ان انا هقولها لك، انه في بعض الافعال اهي بتدل على السكون، زي مثلا bleiben يبقى او يظل او stay، sein يعني بيكون، gehen يعني يذهب، وfahren يعني يسافر. اول اتنين يدل على السكون، واللي تحتهم اللي هي جين وفاغن يدل على الايه؟ الحركه. فشوف الفعل وشوف معناه وشوف حرف الجر لازم يكون من التسعه، ما ينفعش اي حرف جر تلاقيه تطبق القاعده وتقول ايه؟ سكون وداتيف واكوزاتيف، الا لو كان من 9 حروف ايه؟ جر. طيب نسيت اجاوب لك على دي، ايش جياتسو دي هتبقى ديم ارتست عادي، اللي هي بتتقلب لتسوم، بالرغم ان الفعل بيدل على الحركه ولكن حرف الجر هنا على طول داتيف، فمالكش دعوه حركه او ايه او سكون. ودي هتبقى ماينا، ماينا اخرها ايه ده تطبيق قاعده الايه؟ الداتيف. ماشي. اما لو انت على الله حكايتك ومش عارف اصلا الداتيف والاكوزاتيف، فتابع برضو الايه؟ الصفحه، هنشرح الحوارات دي كلها. في عندي غايزن وعندي فليجن، في افعال كتير. اي فعل مساوي للمعنى بتطبق القاعده طالما حرف الجر من الحروف التسعه موجود. ماشي، تطبق القاعدة على جميع الأزمنة، يعني لو الفعل في الماضي القاعدة هتطبق برضو عادي. يعني gestern امبارح yesterday، bin ich in، بص كده، die Schule gegangen، أنا رحت أو فتت امبارح على المدرسة، امبارح أنا رحت المدرسة. ماشي. طب فين الماضي هنا؟ أنا عندي حاجة اسمها perfect هنشرحها قدام برضو. آدي الهلفز verb sein، وآدي البارتيسيبس zwei أو التصريف التاني للفعل gegangen. ماشي، ففي النص هتلاقي in die Schule. طيب انت لسه قايله انه ان معناها في قلب او في داخل او بداخل حاجه، ازاي تقولي انا رايح على المدرسه ما قلتيش ناخ؟ ماشي. او تسو، هقول لك انه تسو بتمشي صح، يعني هي بتبقى تسو بتحط معاها دير فبتقلبها تسو، بتمشي صح ما فيهاش مشكله. تمام. ولكن في حروف جر معينة بتيجي كده مع كلمات معينة فبنضطر نستعملها زي ما هي. زي مثلا لو انت رايح المدرسة تقول gestern bin ich in die Schule gegangen، يبقى انا فتت امبارح على المدرسة او رحت المدرسة، فبنستعملها بنفس الطريقة، يعني ما بنغيرش ما بتجاوبش من دماغنا. يعني حروف الجر
بناخدها بنفس التفصيل اللي انا شرحتها، ولكن ساعات برضو بنلاقي حاجات ثابتة بناخدها زي ما هي، زي مثلا الذهاب لأي مكان، مدرسة أو جامعة أو يعني العمل برضو بناخد إن. والطبق الكازوز إيه أكوزاتيف. طيب آه قلنا إيه تاني؟ فوا جاستن يعني أول أمس، بأول امبارح. كنت أو كنت فا إيش إم كينو، أول امبارح أنا كنت بالإيه بالسينما، عشان كده طبقنا إم اللي هي هتكون داتيف، تمام، اللي هي عبارة عن ان دي. ماشي. بعد كده هنشرح اشكال دمج الحروف. اشكال دمج الحروف احنا طولنا عن نص ساعة، فلو شرحتها نشرحها على السريع واحاول ان انا اظبط لك الدنيا. ماشي. هي ان ديم تبقى ان ديم تبقى ام، ان داس تبقى انس، ان داس تبقى انس، اوف داس تبقى اوفس بالطريقة دي. تسو ديم تبقى تسوم، تسو ديع تبقى تسو بالطريقة دي. باي ديم تبقى باي. بس هي دي شكل أشكال دمج الحروف. إن شاء الله ما فيش حروف تانية هتدمج، هي بس زي ما هي. يعني مثلا لو لقيت واحد غيرهم، يعني لقيت ان ديع يعني ان مثلا ديع، خلاص تبقى زي ما هي ما بتدمجش. لكن تسو ديع لا، تسو بتدمج. طب تسو ديم تبقى تسوم بتدمج، يعني تدمج يعني تكتب بالمنظر ده كأنها اختصار. بس هي دي الفكرة، عشان برضو تسألنا عليها قبل كده. بس الحمد لله كده خلصنا الفاكس البرابوزيسيون. انا عارفه ان انا شرحت، اعتقد شرحت، اتكلمنا كتير، والموضوع هيوضح اكتر بتكست الليزن. انا بحاول قدر المستطاع ان انا برضو اشد شويه والله في الشرح، بس الفكره انه كل حاجه مضغوطه يعني. المهم عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، كفايه اللي طولناه في الشرح. يا رب تبقوا فاهمين حاجه ويبقى في فعلا استفاده. لا قدر الله لو مش فاهم حاجه قول لي، اكتب لي في الكومنتات وانا هشرحها لك تاني على عيني وعلى راسي. وان شاء الله تبقى الدنيا لطيفه ويبقى الالماني ظريف كده، ما يبقاش ايه تقيل على القلب. واسعد الله مساءنا ومساءكم وصباحنا وصباحكم، والى لقاء اخر ان شاء الله.